جالسه كنفطر انا اسمع وراجل هاد الفيديو مزيان، اسمع. حتى كنهز في عينيا كنلقى السيد ما مرتاحش، ما عرفتش مالو، شي حاجه كاينه تم، بحال بغى يقول لي شي حاجه وما قادش. قلت لي مراد مالك ما كاين باس، عندك شي مشكل؟ واش واقع لك خلي شي حاجه بالك مع بالخدمه؟ الفيديو. قال لي لا ما كاين والو. قلت له كنحس بك ما مرتاحش، اش واقع؟ قال لي واش غادي نقول لك، غادي نعاودها لك بحال الخرافه. قلت لي قول اش كاين ليك لاباس؟ قال لي بغيت غنقول لك كون عامر تضرب شي تخميله لهاد الدار ووجدتي معاك شي مسيمنات وشي بغيريرات حطيتيهم في الفريكو، راه يمكن لا جايين عندنا الضياف. قلت ليه الضياف؟ وشكون هما الضياف بالسلامه؟ امك الله يرحمها واختك مسافره، وشكون هادو؟ قال لي مرت ناري الهربه الاخوه اللي غادي تسمع في هذا الفيديو هذا غادي تشوكا في بلاصتك وغادي تبقى غير ساهي بحالي انا وغتبقى غير كتشوف واو على كاين النساء على حق وطريقه الاخوان. هادشي عالم بزاف والله ينجينا من كيد النساء الاخوان. وحتى هذا الراجل هذا ما دار فيها ما يصلح الاخوان، ولكن راه خدمه ذكيه لابعد درجه الاخوان. بقاو مع لا فيديو باش ما نحرقش لكم الاحداث الاخير ديالو، وما تنساوش كما العاده تعطيونا الراي ديالكم. صاحبي. قلت لي مرت صاحبك؟ وشكون هذا صاحبك؟ قال لي نعاود لك بحال الخرافه، والله العظيم انا راه حسيت براسي غرقت في بلاصتي. قلت لي اش كاين اش واقع؟ قال لي هذا صاحبي انت ما كتعرفيهش، فاش كنا ساكنين شحال هادي في ديك المدينه الاخرى قبل ما نتحول انا ومالين الدار لهنا، كان عندي واحد صاحبي بحال شقيقي ما كنتفرقش معاه، كان كيبغي واحد البنت وهذيك البنت هي كانت كتبغيه، بغاو يتزوجوا ولكن عائلاتهم ما بغاوش، هما قصحوا ريوسهم وداروا داكشي اللي قال لهم راسهم، تزوجوا وما بقاوش عايشين في نفس بقى المدينه. مع لا فيديو ما تمشي في فيه. هاد المدينه ديالنا بغاو يبعدوا على العائله والمشاكل، وراه جا وخدمته معايا، ولكن دابا الشركه بغات تصيفطوا الفرع ديالها في المدينه الاخرى. البارح تلاقيت معاه وبدا كيتشكى عليا، قال لي يا صاحبي رانا فرحت منين عيطوا لي الشركه ولكن ما عرفتش كيفاش غندير. قلت له يا صاحبي مالك شنو عندك قول لي. قال لي انت راك عارف انا يلاه جيت في هذه المدينه وجبت مرتي وحتى قلت استقريت ودابا هي جاتني الخدمه. قلت له مزيان شنو المشكل؟ قال لي راك عارف انا يلا غادي نمشي وباقي ما عارفش فين غنسكن واش غادي ندير وغنسكن مع شي دراري، وراه مرتي ما بغيتش نخليها بوحدها، راك عارف هذاك السيكتور كيفاش داير ما هوش هو هذاك، والله العظيم عرفتي رانا مشطول لواحد الدرجه ما تصورش، انا صكاع مصنقع. عاد لقيت راسي كنقول ليه وانت لا بغيتي تجي تجلس مع مرتي ووليداتي حتى لو كانت تلقى الكرا وجي ديها مالك شحال كاع غتعطل. قال لي والله صاحبي 10 ايام الا كثرت نجي نديها. قلت له وصافي داك حل ساهل. اسمع مزيان وما تمشي حتى شي بلاصه. بحال كان تيتسنى فيا غير انت نقول لي هذه الكلمه، وانا درت ليه عارضه كدابيه وهو لصق فيا لصقت العمى في الظلمه. انا سمعته قلت ليه ايوا ما كاين باس فيها خير، صاحبك وقف معاه فوق الشده، هو سيمانه وغدوز. حسيت براجلي ملي قلت لي هاد الهضره بحال كبيت عليه الصال ديال الماء بارد بحال ارتاح. قلت ليه وين انت غادي تجي؟ قال لي راه باقي ما قالش ليا، من هنا اليومين يمكن تكون عندنا. فعلا نط انا خملت وجدت كل شيء، وجدت حتى البيت اللي غتجلس فيه. من بعد يومين عيط لي راجلي قال لي شوفي راه صاحبي راجع عندي الخدمه وراه جاب مرتو معاه وراه ملي غنكون جاي غنجيبها معايا. قلت لي مزيان ويجي نتعرفوا عليه ويتغدى معانا. نقص راجلي قال لي لا راه خلاه ليا مسكين ومشى شي الطريق. قلت لي ويلي وما غادي يجي يشوف مرتو فين غتجلس مع من غتريح؟ قال لي لا راه تايق فينا انا عارفنا احنا ناس زعما واصلين ونتهلاو في مرتو ونفوتوها لديك الجهه. قلت له خويا على خاطركم انا راه وجدت لها فين غتجلس وحتى من الغدا ما بقى لي والو ان شاء الله يكون واجد. فعلا جا راجلي وجايبها معاه، دخلت رحبت بها وريتها الدار كامله وريتها البيت اللي غتجلس فيه. قالت لي تبارك الله في الصلاه عندك الذوق دارك عجباتني حتى من وليداتك تبارك الله ما شاء الله عليهم. انا عندي جوج توام. بدات كتعاود لي على المشاكل اللي وقعوا ليها مع دارهم ودار راجلها، نفس الهضره اللي قال لي راجلي. قلت لها ماشي مشكل حبيبتي غير الصبر، دابا ان شاء الله قلبهم يرخف من جهتكم وترجعوا تصالحوا وترجع المية الى مجاريها، كوني غير متفائله وكل شيء ان شاء الله غيدوز على خير. فعلا حطينا الغدا سالينا نضجمت انا الطابله، غدا الكوزينه تبعتني قالت لي والو نغسل المواعن. قلت لها شوفي انت ضيفه وعلى العين والراس والله حبيبتي ما تحطي فيهم يدي، هي تجر وانا نجر هي تجر وانا نجر. في الاخر استسلمت ومشات جلست في الصالون حتى كنسمع في التكركير والضحك ما نعاودش لك، جالسه مجمعه مع الراجل بحال تقول ماشي هذه اول مره اللي تعرفوا فيها، لا فايته معرفه عليه. دغيا جمعت ومشيت كنجري نجلس معاهم في الصالون، غير شافتني وهي تضرب الطم سكتت السيده. قلت لها ما كسكتي انا سمعت الضحك والنشاط قلت الله يا ربي مزيان فيها الضحك والنشاط وانا عزيز عليا داك الشيء. قالت لي لا رانا حشمت منك بصراحه وخفتك عاد تفهميني غلط. قلت لها لا خذي راحتك الله يا ودي. فعلا ضحكنا جمعنا تحدثنا. الغد اللي في العشيه جات عندي قالت لي شوفي انا راك دخلتي ليا لخاطري وحسيت بك بحال اختي ونتمنى حتى انا يكون عندك نفس الاحساس من جهتي. الله يعطيك الستر باش لا تكون اله الا الله مرتاحه. محمد رسول الله. في الكوزينه نطيب حتى انا رانا كنعرف نطيب من داك الشرفيه، وانا كنت حتى معاه بحال هكا ما عرفتش راجلي منين خرج
حتى قال لي والله راه كتعرف طيب مزيان. عرفت يا سميه راه عندها واحد القهوه فعلا تاركه لدرجه صاحبي ملي كنقول لي اجي نتقهوى كيقول لي لا انا ما كاينش محسن من قهوه مرتي، ما عندي ما ندير بالقهاوي، خاصها ضروري ديرها لنا نذوقوها. الهزه اللي غادي نهز عيني في راجلي حتى كنلقى كيقول لي عرفتي خصك تعرفي صاحبي كي كان شحال فيديو ما حتى شي بلاصه وسمع مزيان وتبارك الله غير ولات كطيب ليهم قابله ولا هو كيدير وما عرفتش اش غادي نقول. انا بقيت كنشوف اش دخلوا واش بوق العيالات الله اعلم ما علينا. فعلا قلت لها شوف اختي خدي راحتك. قالت لي صافي هي نوض ندير لكم القهوه دابا نيت هذا وقتها. مشات كتجري للبيت حلت الشنطه ديالها وجايبه معاها واحد الخنيشه صغيره. قالت لي ها انت ها قهوتي انا راه ما كنمشيش لشي بلاصه بلا بها. قلت لها ويلي جايبها معاك كاع. قالت لي واش غادي ندير ضروري خصك تذوقي منها راها معشبه ومصايبه على حقها وطريقها. قلت لها صافي ماشي مشكل نشربوها. هي مشات للكوزينه وجدت داكشي اللي خصها توجد وانا مشيت عند ولادي وجدتهم باش ينعسوا وصايبت لهم اللانش بوكس ديالهم. ايوا هي هذيك جمعنا على هذيك القهوه ما نكذبش عليكم انا غير شربتها من هك طاح طايحه وحده من الجهه الاخرى ما حليت عيني حتى للصباح. لقيت راسي في بلاصتي ومغطيه ولكن باش معقل على والو. قلت الا يمكن مع العيا ومع داك التخمال ومع ما ديت ما جبت. دوزت يومين على هذاك الحال فيما تنفيق تلقى راسي ناعسه في بلاصتي بلا ما نعقل. قلت لا خصني نحبس من هاد القهوه حتى نعرف راسي من رجليا اش هادشي اللي تيوقع واش عادي ولا ماشي عادي. سولت راجلي بلا نديريكت قال لي والله ديك القهوه سبحان الله العظيم بحال تقولي ما عرفت باش مصايبه. كنفيق ناشط وكنمشي للخدمه خفيف عدام. بيني وبين نفسي قلت مستحيل نبقى نعاود نذوقها. وصلت العشيه ونفس الفيلم حطت لي كاسي ديال القهوه قلت لها الصراحه انا راه ولفت قهوتك ولات عجباني ما عرفتش شنو غندي ندير ملي غتمشي بحالاتك ملي غنجيبها. قلت لي ما يهمكش نخلي لك هاد الخنشه اللي عندي ونصيفط لك. قلت لهم سمحوا لي غنخليكم غندي قهوتي نشربها في الكوزينه راكم عارفين راه كنشرب القهوه كنطيح طيحه وحده وفي الصباح ما تنقدرش ندير لولادي اللانش بوكس ديالهم. نط من حداهم وانا كندير راسي بحال كنشرب. دخلت الكوزينه كبيت ديك القهوه صايبت لولادي اللانش بوكس ديالهم مشيت ديتهم ينعسوا وجيت لحداهم شويه حتى درت راسي بحال زعما بدا كيديني النعاس وشويه حتى قطعت الحس ونعست زعما حتى كنسمعوا وياها يلا 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 نديوها لبلاصه دغيا وهي كتقول لي هز ما تهز وهو كيقول لها هزي ما تهزي. ما نكذبش عليكم صدمت كرمت في بلاصتي بقيت مكنزه ودايره راسي بحال ناعسه حتى حطوني وغطوني وخرجوا وسدوا عليا الباب. بقيت تالفه بيا ما عارفاش اش غندير. نط وتسلت وحليت الباب بشويه باش نعرفهم فين جالسين وانا غادا حتى كيبان ليا الضواو ديال الدار مطفيين ولكن الضو ديال البيت اللي انا عارفه عليها باش نعسى فيه تشعل والضحك والهضره جايه من تم. مشيت حطيت ودني على الباب حتى كنسمع فيها كتقول ليه واش غنلبس لك واش هاد الكحل ولا هاد الصفر. قال لها شوفي الكحل راه كيجي معاك وانت راك عارفه انا راه كيعجبني ولكن لبستيه البارح اليوم لبستي اي حاجه اخرى. صافي انا الما جلس ليا في ركابي قلت الله يا ربي الله الله واش هادي بصح مرت صاحبه ولا جايبه ليا من الزنقه ولا صاحبته كان كيعرفها وجايبها يكمل معاها في الدار وداري وسط فراشي. بقيت عارفه والو ضغط ديك الليله ما نعستش ما دانيش النعاس. ويلي وصلت بهم الجرأة انهم ينعسوني ويديروا ما بغاو وكيصبحوا بحال حتى حاجه ما كاينه. كون ما شفتش بعويناتي ما نطيقش. الغد اللي حاولت نتعامل معاهم عادي حتى نعرف شنو كاين ونعرف قصتها كي دايره. فكرت حتى عييت لقيت غير واحد صاحبتي عيطت ليها بغيت نتشاور معاها. هاد صاحبتي خدامه في واحد الحمام كبير فيه الماساج وفيه الصاونا. صاحبتي هنا قالت لي ايوا جات من عند الله ديما انا كنقول لك جيت حمحمي عندنا وانت ما كتبغيش ديما كتهربي مني. يا سلام ايوا انت اش بان لك جيبيها لعندنا وديك الساعه يكون خير نعرف لك ساسها من ركز اخي مع لا فيديو اسمع مزيان كلشي. مشيت لعندها هي قلت لها شوفي عرفتي عندي واحد صاحبتي ديما كتعرض عليا باش نمشي للحمام عندهم فيه الصاونا وفيه الماساج وداك الشيء واعر وانت هزيتي عليا ودارتك بحال اختي اشنو بان لك نعرض عليك نمشي انا وياك لتما. هي سمعت هكاك وفرحت قالت لي ماشي مشكل نمشيو انا راني خصني نسخن عظامي. فعلا مشينا صاحبتي رحبت بينا وما خلات ما دارت على ودنا. دخلت حمحمت انا وياها وعندنا الماساج. قلت لها شوفي دخلي انت الماساج انت الاولى ومن بعد انا نتبعك. وحنا غاديين لديك البلاصه تلقات لنا صاحبتي بالكيسان ديال العصير. انا شفتها فرحت قلت لها يا اختي كديروا حتى العصير ري نذوق ري. فعلا شربنا دوك الكيسان ديال العصير. الدريه هنا السيده اللي جايبه معايا بغيت نعرف اش تحت من راسها بدات شويه بحال كيدير النعاس غير طرولاكسات فوق الرولاكس وهي تغيب. مشيت انا وصاحبتي كنجريو معها كانوا حوايجنا عاطينهم لينا دايرينهم في واحد المريوات بالسوارت. هزيت انا الساروت ديالها وحليت البلاكار وجبت الصاك وجبت التليفون. لقيت التليفون بالبصمه مشيت لعند ديك البلاصه فين جالسه هي حلينا التليفون. قلت لصاحبتي بقاي جالسه معاها هنا فين حسيتي بها بدات كتفيق بدي زعما تماصي ليها. ايوا واش غنقول لكم منين حليت داك التليفون الصدمه اللي غادي نلقى
وكون نتفرجها في فيلم وما نطيقهاش، كون ما وقعت لي انا يعاودوها ليا وما نطيقش. لقيتها اسيادي مصاحبه ليا مع الراجل، وهذه شهر باش تعرفت عليه، وكان كيمشي عندها لواحد الدار كانت كاريه هي وصحابات اخرين، ودوك صحاباتها تخاصموا معاها وجراو عليها، وهذا الشيء كامل معاوداه الراجلي في الواتساب كتشكى عليه، وهو قال لها شوفي رانا ما لقيتش فين غادي نجلسك، وراه ما عرفتش اش غادي ندير لك، ولكن راه عندي واحد الفكره لا صدقت راه كلشي غيتقاد لينا، وهاد الفكره هي انه يجيبها عندي للدار بلا لقى ليها الكرا. شديت راسي وقلت هاد الشيء كله يخرج من راجلي، جايب عندي فاسده والدار كتفسد انت وياها، وسط داري وسط فراشي وقدام عينيا وانا كنشوف بحال الهبيله. رديت داك الشيء كله لبلاصتو، المهم عرفت راسي من رجليا ورجعت لبلاصتي بحال ما واقع والو. هنا ديك خويتنا منين بدات كتفيق صاحبتي بدات كتماصي لها، المهم قالت لها رانا ساليت لك، مع ان هي راه ما صاتش لها اصلا عشويه فاش بدات كتفيق، وهي تقول لها الله على راح الله، عرفتي سبحان الله العظيم غير حطيتي يدك فيا وانا نعاس بالراحه. قالت لها ضروري غادي نبقى نجي عندكم، فين ما نجي لهنا لهاد المدينه غنجي لعندك. ايوا مشينا للدار، ومن تما وانا كنفكر كيفاش غندير حتى ننتقم منهم بجوج، كيفاش غندير حتى نرد حقي، كيفاش غندير حتى نكون من الهبيله اللي ضحكوا عليها الوحده اللي غادي تحطمهم بجوج. خاص الدقه تكون هي هذيك، وفي نفس الوقت ما نفرطش في راجلي هازني ومعيشني في واحد المستوى اللي زوين بزاف، علاش اللي نسمح فيه ونخلي الوحده اخرى تديه تلقاه مخضر؟ خاصني الدقه اللي طيحها هي وياه، وفي نفس الوقت ما نخسروش. بقى معنا فيديو ما تجيش بلاصه وسمع مزيان. غد لي حتى كنلقاها كتهضر في التليفون، ما عرفتش مع من، زعما على اساس راه راجلها، كتقول ليه لا وانت قلتي لي غير سيمانه الماكسيموم 10 ايام، دابا ولينا في 20 يوم. لا 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 ما نقدرش، انا ما نقدرش، دير لي حل، انا هاد الناس هادو انا تقلت عليهم وما باغاش نزيد نتقل اكثر. وانا كنسمع فيها وكنقول لها ما عملتي فيه. قطعت عليه التليفون وانا نجي عندك، قلت لها مالك يا حبيبتي ما كاين باس شنو واقع؟ قالت لي راه راجلي ما لقاش الكرا، وراه قال لي مازال واحد 10 ايام اخرى، ونكذبش عليكم اختي انا ما بغيتش نبقى نتقل عليكم اكثر. قلت لها الله يا ودي انت راكي اختي، مرحبا والف مرحبا، بحال 10 ايام بحال 20 يوم، خذي راحتك، عيطي لراجلك وقولي ليه ما يبقاش مسكين هز الهم الوقت اللي لقى الكرا، راك جالسه مع اختك. قلت لها في خاطري فين غتمشي حتى نلقى لامك الاصل والمفصل ونعرفك منين جيتي ونعرف كيفاش غندير ليك، غير جي وسير دخل الحمام بحال خروجه. فعلا عيطت النمره اللي عيطت ليها وقالت لي صافي، ورا السيده قالت لي مرحبا بك، ورا الوقت اللي لقيتي الكرا. من داك النهار وانا كنفكر كي غندير ترد الصرف ونسل الشوكه بلا دم. هضرت مع خويا عاودت ليه كلشي، قلت ليه شوف اش كاين واش كاين، وراه عندي واحد الخطه في راسي خاصك ضروري تكون معايا فيها. خويا كان واحد الانسان اللي ميسر عليه الله لاباس عليه، وكان راجلي كيحترمو لواحد الدرجه ما تصوروش. اتفقت مع خويا على اساس انه يعيط لراجلي ويهضر معايا على شي مشروع ماشي مشروع. فعلا داكشي اللي كان، عيط لراجلي وقال لي راه عندي واحد المشروع وراه مربح بزاف، وراه خاصك غير واحد القدر ديال الفلوس. الراجل قال لي راه ما عنديش باش غادي ندخل معاك شريك، راه اللي عندي راه ما كافيش. خويا قال لي ماشي مشكل، جيب داكشي اللي عندك وها راه وما بيناتناش الوقت اللي كملتي. راجلي انا كان حاط عندي شي فلوس، واحد الطوط ديال الفلوس اللي هو ماشي مبلغ صغير، كبير شويه. جا عندي وجرني للبيت قال لي شوفي الفلوس راه بغيتهم ضروري مؤكد اليوم في العشيه، راني داير مع خوك وراه راك عارفه راه ما خصنيش نخوي بيه، راه واحد المشروع راه كاين وراه غيكون عليه ان شاء الله الرباح. قلت لي صافي كون هاني. في العشيه تجي تلقاهم واجدين. مشيت انا هزيت دوك الفلوس وحطيتهم في الكونت. جا هو في العشيه قال لي الفلوس ما الفلوس، انا هزيت يدي للسما وقلت لي ما كانوا محطوطين هنا، ما عرفتش فين مشاو، وانا يلا شفتو مع الصباح. ويلي فين مشاو ويلي. انا راجلي بدا كيغوت قال لي حضريهم ليا في السما حضريهم ليا من الارض. شنق عليا وبغى يضربني وانا هربت ليه للطواليط حاشاكم. سديت عليا تم وانا كنت متفقه مع خويا غير نصيفط ليه ميساج يصوني على راجلي ويقول لي دابا تحضر عندي على اساس راه واقع لك شي مشكله. فعلا صيفط الميساج لخويا، عيط لراجلي قال ليه دابا تحضر عندي راه طايح في واحد المشكل وادي، ودابا نقطع التليفون لقى قدامي. راجلي قال لي شوفي عندك الزهر انا جاي راجع، ومنين غنرجع لقى الفلوس فوق الطابله. حليت الباب ديال الطواليت وخرجت ويتم جايه كتجري عندي. مالك اختي شنو واقع لك؟ ما كاين باس، راه سمعت راجلك اختي كيغوت عليك وبقيتي فيا. بقيت ساكته وانا كنطيح فيهم بحال الشتا، نبكي ونقول لها واش غنقول لك اختي، انت راكي شركتي معايا الطعام ودرتك بحال اختي وكثر وربي اللي عالم. وتعالي نعاود لك اختي شنو واقع. دابا تقريبا اختي شي شهرين ولا شهرين ونص راجلي مرض ومشى دار التحاليل وخرج لي الله يسر الله يسر الله يسر المرض هذاك اللي سميتو السيده. انا كنعرف هذا المرض كيجي غير الى الراجل الله يسر كان كيخرج وكان كيفسد. وشكيت فيه قلت لي واش كتخرج وكتفسد عليا وبديت نبكي. قال لي لا بننا راه كنبغيك، انا راه غير في الخدمه وقيله تجرحت في الخدمه وما راك عارفه انت الخدمه ديالهم كيفاش دايره غير الماكينات والماس وداك الشيء. قال لي راني تجرحت وراه يمكن لا تما ملي جبت المرض، وانا اختي ما نكذبش عليك ما تقتش بيه. وراجل اختي عينو خضراء
وشحال مره حصلت عليه بزاف ديال الحوايج، ركز ولكن ما ركز عنديش اخي مع لا فيديو، انه اسمع خانني مزيان. وانه زعما بسبب الفساد جاب هذا المرض، ولاني خصني ندير الاحتياط ديالي. قلت شي نهار الله يحفظ الله يحفظ يمشي تيموت وما يخلي ليا حتى ريال، وليت اختي مره تنهز ليه، تنهز اختي الفلوس ما تعرفي، بعد على الاقل الا توفى ولا شي حاجه نلقى شي حاجه انا وولادي مناش نعيشوا. وهاد الفلوس اللي كان عاطيني انا قلت نساهم، راه ليهم تقريبا شي 4 سنين ولا 3 سنين هو عاطيهم ليا. وما نكذبش عليك، منين شفتو مرض هذا المرض هكا داير وانا باقا ما تيقاش فيه واش كان كيخوني ولا لا، ما نعطيش اختي دوك الفلوس، حيدتهم خزنتهم. السيده بقاوت ما عاودت ليها، بقات دايره فيها، عرفت تصدمات، عرفتي الدم ما بقاش كيتسالى لها في ذاتها. وليت كنقول لها اختي مالك ما كاين باس، واش كتسمعيني؟ على شحال جاوبتني قالت لي مريض السيده. قلت لها شوفي انا غادي نخليك، انا غادي نمشي مسخره هنا قريبه وغادي نجي، ولا جا سول عليا ولا شي حاجه قولي لي شي حاجه، دهي عليا دهي اختي، انا ما عرفتش اش غادي ندير، خليها على الله وصافي. انا خرجت من هنا، السيده طارت جمعت الشطيطه وجمعت حوايجها وانا حاضياها، رانا كنت مخزونه تما في راس الدرب. جا طاكسي هزا من قدام الباب ديال الدار ومشات، دخلت للدار قلبت لقيتها جمعت حوايجها كلهم ومشات. جا راجلي كيغوت، واش ما بغيتيش تقولي لي فلوسي فين مشاو مع الدخله ديال الباب؟ هو كيغوت. قلت لي شوف اش تغوت، راه السيده اللي جبتي وقلتي لي مرت صاحبك، راه انا مشيت مسخره هنا لقيتها جمعت شراوطها وزادت، وراه هي اللي دات لك الفلوس وقالت عليا مرت صاحبي مرت صاحبي، هذه هي الصحبه اللي كتهضر عليها، هي دات لك رزقك وزادت. قلت لي اش قلتي؟ اش الهضره كتقولي؟ هز التليفون وبدا كيصوني عليها، من اكيد عليها هي كيصوني عليها ما كتجاوبوش، بلوكيتها، بغى يموت بغى يطردق، كون جبر كون حل الشرجم ويتلاح منه. انا حاولت نصوني عليها بالتليفون ولقيتها مبلوكياني، وتما عرفت انني تفكيت منها الى الابد. اما هو ما بغاش تصرط ليه، زعما تقولي بالي قول باتويه. انا اش وليت ندير؟ ندور نصبر فيه ونقول له صافي انت بغيتي دير على الخير ما كاين باس، ايوا داو الخلا والجلا تاكلهم ان شاء الله في السبيطارات وتاكلهم في الدوايات. وما درا داك صاحبك كتعيط ليه كتسول فيه قال لي تا هو بلوكاني، زعما انا ما عارفه والو. من تما راجلي دخل في راسو ولا من الخدمه للدار والدار للخدمه. هذاك الشيء علاش خاص الوحده منا تخدم دماغها وما تخليش الشيطه ديال الخلا تدي لها الراجل باش يتعلم ان كيدهن لعظيم. فعلا ان كيدكن لعظيم فعلا، وتبتين هذا الشيء بالتابوت الحسن لان كيدكن لعظيم. الاخوان عطيونا الراي ديالكم الاخوان في هذا الفيديو اللي ما قدرتش اني بصراحه نعطي الراي ديالي فيه، لان هذه القصه واعره بزاف ومستحيل الاخوان. هذه القصه انا بعدا درتها من الخيال، يعني هذه القصه باش تكون واقعيه وكيتعايشوا هذا الشيء به المسلمين، راه لا حول ولا قوه الا بالله. الاخوان السيده خدمت ذكيه بزاف وراجلها خدم فلس، وهذا الشيء اللي ما خصوش يكون. هي راه هذا الشيء اللي دارت راه فيه خير، ولكن بحال الراجل راه ما دار فيها ما يصلح. الله يجعل ربي يتجاوز علينا وعليها الاخوان. الحاجه الوحيده اللي دارت زوينه هي ما جمعاتش حوايجها ومشات بحالها وحافظت على راجلها وعلى البيت ديالها وعلى الاولاد ديالها الاخوان، وطردتها هي بالتي هي احسن. ومنعات الفليسات اللي كنتو تنبهتوا الفليسات راه منعات، مشات الكونط يعني مشات له بتاتا ولات في الاسم ديالها، واستافدت على جوج، استافدت انها جابت الراجل، واستافدت انها جرات على الاخرى، واستافدت بالفليسات ردت على الحساب ديالها. ومزيان دعرات الراجل هذيك التدعيره بحال هكاك. وهادشي اللي كاين الاخوان. كنتمنى تطلعوا الراي ديالكم في لا فيديو الاخوان، لان الراي ديالكم كيهمنا بزاف كما كنقول لكم دائما. تهلاو في راسكم.